السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ثانوية عامة 2024 هنتكلم في الفيديو ده عن أهم النصايح اللي لازم تطبقها في الشهرين دول قبل امتحانات الثانوية العامة. لازم تسمع الكلام ده كويس قوي علشان تقدر تستغل الفترة الجاية ب100% من الطاقة اللي عندك، وتقدر تلم المواد اللي عندك في الشهرين دول. اول حاجه واهم حاجه ان انت لازم تبقى مصدق ومتاكد ان انت هتقدر تخلص كل اللي عليك مهما كان عليك من المواد في الشهرين دول. لازم دي تبقى عندك كده متاكد منها، اللي انت هتقدر تخلص وتراجع كل اللي عليك في الشهرين دول. بجد انت لو اشتغلت الشهرين دول بجد ممكن تسبق اللي بادئ من الاول خالص بس بادئ مرتاح. انت لو ضغطت على نفسك الفتره دي هتقدر ان شاء الله تلم اكبر قدر ممكن من المواد اللي عليك. الفتره دي فتره مراجعه، وكلمة مراجعة في طلاب كتير منكم بتفهمها غلط. طلاب كتير بتفهم ان المراجعة دي اللي انا اجيب الكتاب واقعد اذاكر اللي انا اخدته مرة واثنين وثلاثة من غير ما اطبق ولا حل، وده طبعا اكبر غلط في الثانوية العامة، اكبر غلط في النظام الجديد بتاعنا ده. ليه؟ لان انت لازم تحل على الحاجة مرة واثنين وثلاثة، تذاكر الحاجة مرة واحدة تحل عليها 3-4 مرات على الاقل، لان هو الحل دي الاسئلة دي اللي هتشوفها في الامتحانات بتاعه الثانويه اخر السنه. فانت يا فرحتي هتقعد تحفظ وتكرر المعلومه من غير ما تطبق عليها ومن غير ما تحل عليها ولا ليها اي 60 لازمه. فانت لازم تذاكر المعلومه وتطبق عليها اكتر من مره. فالنقطه دي مهمه جدا. وكمان بالنسبه لموضوع الحل زي ما بنأكد ان هو مهم قوي، ما تجيبش حل من على اليوتيوب وتسمع الحل وتقول انا كده استفدت. لا، مهم جدا اللي انت تحل بايدك. ده المهم في موضوع الحل. المهم اللي انت تحل بايدك وتعرف انت غلطت فين، والحاجات اللي انت معرفتش تحلها ليه السبب، وتسأل فيها وتتعلم. انما ما تجيبش مدرس من على اليوتيوب بيحل الواجب او بيحل الاختبارات بتاعه المراجعه النهائيه وتقول انا كده بشغل دماغي معاه وكده اكني حليت بالظبط. لا خالص، لازم تحل بايدك علشان تبقى النظام الاسئله ما يجي لك اخر السنه. انت هيجي لك اسئله ساعات، اسئله الافكار مش نفس الافكار مثلا، الفكره هي ساعات، بس لازم تبقى انت متعود وايدك متعوده على حل السؤال ويجيب الفكره من هنا وفكره من هنا. فلازم تبقى انت حلل بايدك وعارف انت بتحل ازاي، مش تسمع الحل من على اليوتيوب وتقول انا كده حليت. بالنسبه للمدرسين والدروس، فانت ما تغيرش مدرس دلوقتي انت معاه من اول السنه. ما تقعدش تبدل بقى، خلاص دلوقتي انت كل واحد مع مدرس معين خلاص فهم منه وبيحل معاه تمام، واهم حاجه حط خط تحت بيحل معاه تمام. المدرس لو خلاص تقريبا انت بتخلص شرح في المواد او خلصت شرحها كمان، لو بتحل مع المدرس كويس والمدرس فعلا شايف شغله وبيحل معاك كتير، فانت اوعى تسيب المدرس ده. مفيش وقت اللي انت تجرب مدرس كذا ومدرس كذا. خلاص انت المدرس بدل بيحل، مهمه جدا، بدل بيحل معاك فخلاص امسك فيه. طيب نقطة كمان مهمة جدا، ما تقولش ان انا هغيب من بعض الدروس علشان اراجع مع نفسي في البيت علشان اوفر وقت. كارثة كارثة كارثة. ما تغيبش من الدروس علشان تقول انا هراجع مع نفسي في البيت واوفر وقت، لان انت بصراحة مش هتعرف توفق بين الكلام اللي انت بتقوله ده. هتهتم بالدروس التانية والمواد التانية اللي انت بتاخد فيها دروس، وهتسيب المادة اللي انت سبتها. فانت مهم جدا الشهرين دول كمل في الدروس عادي، وذاكر مع نفسك برضو في البيت وراجع مع المدرس. مهم جدا ما تقعدش من دروس دلوقتي علشان بغرض اللي انت هتراجع مع نفسك في البيت. هيبقى الموضوع صعب عليك ومش هتعرف تراجع. لازم في الفترة دي تبعد عن اصحابك اللي بيشتتوك او هيعطلوك في موضوع المذاكرة، او بيتكلموا قدامك كلام سلبي يحبطك من المادة دي او من المواد او من المذاكرة او الحل عموما. لازم تبعد عن اي حد او اي شيء بيعطلك دلوقتي. وكمان لازم مهم جدا النقطة دي، لازم تبعد عنك التليفون خالص في الوقت اللي انت بتذاكر فيه. التليفون ولا يبقى جنبك ولا ما يبقاش مفتوح اصلا وانت بتذاكر. خلاص انت قلت الوقت ده وقت مذاكرة، التليفون ده ابعده عنك او اقفله تماما. مهمة جدا النقطة دي، لان دي نقطة تشتيت ليك وانت بتذاكر. طول ما انت بتذاكر والتليفون جنبك مفتوح مش هيبقى فيه تركيز. فلازم الفترة اللي انت بتذاكر فيها ابعد عنك التليفون تماما. ولازم طبعا تقلل بقى من لو في افراح، لو في اي حاجة اللي هي تلهيك. يعني هي الموضوع صعب، بس خلاص الشهرين دول لازم تبعد عن اي حاجة تعطلك. ونقطة مهمة جدا وهي موضوع النوم. علشان بقى ما تقولش خلاص ناقص شهرين فانا هضغط على نفسي وانام في اليوم 3-4 ساعات. ما ينفعش خالص. انت ده مش نصاحة او مش هيديك مجهود او مش هيديك مستوى اللي انت عايزه. الساعة او الساعتين اللي انت هتوفرهم من النوم ده هتضيع بدلهم ساعات كتير مش عارف تذاكر عشان اضطراب النوم.
انت لو ما نمتش الفتره دي كويس وقعدت مستمر فتره اللي انت بتنام قليل علشان بغرض اللي انت تذاكر كتير، فانت ده هيعمل معاك شغل سيء قوي قدام لو قعدت فتره من غير ما تنام كويس. فاللي انت هتوفره من موضوع النوم علشان بغرض اللي انت تذاكر، فده هيضيع معاك ساعات كتير. فانت الفتره دي نام النوم الطبيعي اقل حاجه 5-6 ساعات كل يوم علشان تبقى مركز ومستوعب انت بتقول ايه وبتذاكر ايه. فالموضوع النوم محدش يضغط على نفسه، ومحدش يستخسر في نفسه موضوع الساعتين الثلاثه الزياده دول. لا يا عم، نام لك في اليوم عادي 5-6 ساعات النوم الطبيعي علشان ما تضرش نفسك. ما تجيش بقى تقول هذاكر باقي اليوم وهنام لي 3-4 ساعات، وانت اصلا بتضيع. شوف اليوم انت بتضيع فيه وقت كتير، ما تجيش على الساعتين بتوع النوم. مهم جدا النقطه دي، وما تجيش على نفسك فيها علشان تبقى مركز ومستوعب الكلام اللي انت بتذاكره والكلام اللي انت بتراجعه. وطبعا اهم حاجه واخر حاجه، ما تفكرش بقى الامتحانات هتيجي ازاي والنظام بتاعها والاسئله صعب ولا سهل، وانا داعب دماغي وسايب المذاكره اللي عليا وسايب الحل وقاعد افكر يا ترى الامتحان هيجي سهل ولا صعب. دي مش بتاعتك خالص. اعمل اللي عليك، ذاكر دلوقتي وحل واعمل اللي عليك، وما تفكرش خالص في الامتحانات. الامتحانات تيجي زي ما تيجي، مش مهم دلوقتي. انت دلوقتي الفتره دي استغلها صح، واعمل اللي عليك وسيبك خالص من موضوع الامتحانات. انت عليك السعي ومالكش دعوه بالنتيجه. النتيجه دي لربنا، مالكش دعوه بيها. انت المهم دلوقتي ما تفكرش خالص بموضوع الامتحانات. ركز دلوقتي في الحاجه اللي في ايدك. ركز دلوقتي في شغلك وهو مذاكرتك لاخر شهرين. مهم جدا النقط دي كنت لازم اوضحها لك دلوقتي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه، يا ريت تعمل سبسكرايب وشير كتير للفيديو علشان يوصل لطلاب كتير. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.